والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حبة كشري كده بعد العيد، تغيير بقى من كل انواع الاكل. بس ما ننساش قبل ما نبدأ في الشغل مع بعض في الكشري نصلي على النبي في الكومنتات، وتقولوا كده كلمة حلوة، واللي مشتركش في قناة يشترك ويعمل لايك وشير. ونبدأ كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بيها مع بعض. هنحمر البصلة المقرمشة، هنجيب عليها كده شوية دقيق عشان تطلع مقرمشة معاكي حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. البصلة بالدقيق حلوة اهو، لو عندك نشا ماشي، لو عندي دقيق على النشا ماشي، مش مشكلة، اللي عندك اشتغلي بيه. اهم حاجة تغلفي البصلة كويس عشان تشرب المية اللي فيه. طبعا حاطة كمية زيت كويسة عشان خاطر هنشتغل بالزيت ده بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل بالبصلة بتاعتي تاني قبل البصلة كده ما تتحمر. نبدأ نعمل حاجة تانية مع بعض. طبعا ده انا منقياه ومخلياه زي الشمع. هنجيبه نحطه في ايه ده، ننبله بتاع ساعتين 3 عشان ما ياخدش معاك الا غلوة واحدة بس على النار. ونولع النار كده. البصل سامعين صوت القرمشة زي على النار اللي هنشتغل فيها. البصل بتاعي الزيت مكان البصل ولا ايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالشعرية بتاعتي احنا بنشوح الشعرية كده. نبص على العدس. بصي غلوة دقيقتين 2 بس وهنطفي عليه عشان لما بيتهري زيادة عن اللزوم بيقشر ويبقى ملهوش معالم خالص. العدس كده تمام. المية السخنة دي هيعمل زي الحباية اللي بصي اللي استوت خالص دي. انا على طول هنكب المية السخنة دي ونغير عليها عشان يتن الحباية بحبايتين. حبايبي كده العدس خلاص اهي. شوفوا بقى لو غبت عليه شوية هيفتح زيادة، وانا مش عايزاه يفتح كده، انا عايزاه الحباية بحبايته عشان هو لسه هكمل سوا مع الرز. بصوا حبايبي الشعرية بدأت تاخد لون اهو. طبعا هننزل عليها ببصلايه صغيرة كده بقى تاني، هيطلعوا الاتنين مع بعض. متخافيش الحرارة بتاعت الشعرية وفي نفس الوقت البصلة هتتحمر معانا عشان انا واخدة الزيت بس برضه ما فيهوش طعم البصل قد كده. عشان ده اللي احنا حمرنا هنحطه على الوش، وده يبقى الرز والعدس والشعرية واخدين طعم البصل. بصوا حبايبي الشعرية خدت لون اهي، والبصلة برضو لونت. ولما ننزل بالرز كده المغسول بتاعي بسم الله كده حبايبي كده كل حباية الرز مع البصلاية مع الشعرية اخدت من الزيت واخدت من طعم البصلاية اللي انا حطاها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شوية ملح عشان نظبط الملح بتاعي. ما تنسوش حبايبي لو وصلتوا معايا للمرحله دي ما تنسوش اللايك يا جماعه، اهم شيء عشان التفاعل عندي ضعيف جدا 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 كده. هنزود بقى الميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البصلايه بتاعتي، بص اللون اهي. هنغطي بس الرز كده مع الشعريه. شايفين لون البصله اهي احمرت اهي اللي طالع على الوش ده بصل اهو. يغلي الرز بتاعي، يغلي بس غلوتين وبعد كده نوطي عليه. الرز بيغلي هنبدا نعمل الصلصه بتاعتنا مع بعض. ده حله بتاعتي على النار، شويه زيت، الثوم بتاعي مدقوق كده حبه اهو. هنخلي الحبه الصغيرين دول نقلبهم مش هندقهم شطه اهو. بصوا حبايبي الحمص بتاعي اهو، انا جبته ونقعه من الصبح عشان هو بياخد وقت كتير، فما كانش ينفع ما نصورهوش، حتى لسه فيه حب ما عملش. لازم يتغلي تنقاعي لان جايبه الوسط مش جايبه الكبير. وهنحطه ايه يغلي معانا على النار قبل الكشري برضو هيطلع معانا. التومه بتاعتي اصفرت اهي. هننزل بالطماطم. الرز بتاعي بيغلي اهو، مش هنيجي نميته خالص.
هنوطي عليه النار ونسيبه لما يتشرب، نغطي عليه ونسيبه لما يتشرب خالص. نحط الملح بتاعي على الطماطم، اقلب، اسيب الصلصه بتاعتي اغطيها واسيبها ايه على نار هاديه لغايه ما تستوي. بس يا حبايبي الرز بتاعي اتشرب اهو، مش هنعمل فيه اي حاجه. انا غسلاه ومصفياه. مع معلقه سمنه حلوه عشان مش هيبقى كله معمول بزيت. نقلب كله مع بعض، نهدي النار خالص بقى اهي عشان يستوي براحته. يبقى احنا حطينا البصلة مع الرز مع الشعرية مع العدس، هدينا عليها خالص اهو. حبة مية صغيرين خالص بس كده عشان العدس بس. ديت لو حابة تحط المكرونة على الوش مش هتقولك لا، بس انا مش هنحطها عشان انا عندي في جماعة ما بيحبوش الرز والعدس كتير وبيحبوا المكرونة اكتر بالصلصة، فانا هنسلقها في حلة لوحدها بتاعتي اللي هنعمل فيها المكرونة. ما خدش مني غير حلتين اتنين بس. وادي الصلصة بتاعتي اهي خلاص، ثواني هطفي عليها وكده خلصنا كل الكشري بتاعنا. مفضلش الا الدقة اللي هي ايه بالشطة وخلاص على كده. حبيبي انا سلقت المكرونة اهو خلاص، هنطفي عليها. اي المكرونة اللي تحبيها اي نوع، نحط اسباجيتي وقلم ومكرونة بني. خلاص اهي استوت ما شاء الله عليها اهي، بتبقى تقيلة كده. يا دوب ربع كوباية مية على الطماطم اسمه ايه ده بتاعي، طالما نزل في الارض كده نزل في قعر الحلة كده يبقى كده استوى خلاص. هندفع عليه برضو كله خلص في وقت واحد. وادي الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله تحفة، مش محتاج تعليق. يلا بقى اللايك لايك 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 لايك، ما تنسوش لايك لو وصلتوا معايا للمرحلة دي. البصل اللي حمرنا فيها بنعملها على البارد وفي ناس بتعملها على السخن، يعني في ناس بتعمل واحدة بقى باردة وناس بتعمل واحدة سخنة. انا هنجمع الاتنين مع بعض. بص يا حبايبي في ناس بتحط التومة دي على الشطة على مية على خل على البارد، وفي ناس بتحط التومة على شطة وعلى زيت بس من غير ما تحط لها اي اضافات تانية وتبقى اسمها شطة على السخن ودي شطة. احنا هنجمع الاتنين مع بعض، بس انا مش هنحمر التومة، انا هنديها بس ايه صدمة كده بس على النار اهو قبل التومة ما تحمر. انا مش عايزاها تحمر. انزل بالشطة بتاعتي الشطة شوية ندي الشطة بس تحميصة صغيرة كده كده. هنطفي بقى بالخل حلو كده. بتاعي المية بتاعتي شطة وزيت اللي هي على السخن ما بيبقاش فيها مية. احنا بقى جمعنا الاتنين مع بعض. والليمونة شوية الكمون، اهم شيء الكمون في الشطة دي عشان بيديها طعم مع الخل والليمون. ندوق بقى نشوفها محتاجة ملح ولا لا. بسم الله فضيها بقى هنا بسم الله بالطبق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز بسم الله ما شاء الله عليه بالحباية ما شاء الله تبارك الله. البصل بتاعي وردات البصل بتاعي دول سامعين الصوت بسم الله ما شاء الله.
والحمص بتاعي برضو اللي حابب حمص. ايه رأيكم بقى؟ والله تحفة فنية اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، تحفة 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 تحفة. ما تنسوش، لازم والله مش هتندموا، اللي هيدخل يشوف الفيديو ده مش هيندم، واللي يدخل يشوف الفيديو ما ينسيش يعمل لي لايك 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 كتير وشير كتير لغاية آخر الشهر ده. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي او عجبتكم الطريقه بتاعتي في عمل الكشري المصري، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي لغايه الان فضلا وليس امرا يشترك ويعمل لي لايك وشير، واللقاء فيديو اخر ان شاء الله.